يا صباح الورد والياسمين عليكم. تعالوا اقول لكم ازاي نعمل البسبوسه وتطلع معانا حلوه وجميله كده زي بتاعه المحلات واحلى. عشان تطلع معاكي البسبوسه حلوه لازم تستخدمي دقيق البسبوسه يكون من محل كويس بيبيع مستلزمات حلويات. وكمان عشان خاطر تطلع حلوه وطعمها زي الجاهزه بالظبط لازم تعمليها بسمنه بلدي زي ما انتم ما شايفين كده، شايفين لونها وطبعا ريحتها مش قادره اوصف لكم، وطعمها كان جميل جدا. لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش في لايك ودعوة حلوة من قلبك، وما تنسيش بقى ايه تدوس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا اول حاجة هنحطها كوباية سكر وكوباية صغيرة قوي مية، وهنرفعهم على النار لحد لما يتكرملوا. طبعا لما بتكرملي السكر دوت بيدي للبسبوسه اللون الغامق دوت، طبعا على حسب ما انت عايزه لونها، ما تغمقيش السكر قوي. وهتنزلي بنص كوبايه سمنه، اهم حاجه يا جماعه السمنه تكون سمنه بلدي. وهننزل بكوبايه لبن، وانتي بتحطي اللبن لازم تكوني عامله في حاجه كبيره عشان خاطر ما يفورش وما يطرطرش على ايدك. هنا بقى معانا كوبايتين دقيق بسبوسه وكوبايه صغيره جوز هند، وهننزل بالخليط بتاعنا وحطينا اللهم صل على النبي معلقه صغيره بيكنج باودر. هنا هنفضي بقى البسبوسه، هنقلبها بس ان احنا بنلم المكونات مش هنعجنها. هنا هنفضي البسبوسه في صينيه مقاس 28. هنيجي بقى نعمل الشربات. هنا معانا كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه وعصره ليمونه، ونزلنا برشه فانيليا. ودي كانت وصفة اليوم بتاعتنا، ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم، وما تنسونيش في لايك ودعوة حلوة كده من قلبكم. بصوا هنا طبعا بعد ما طلعت من الفرن طبعا ما شربناش لسه البسبوسة، هنبدأ بقى نشربها زي ما شفتوا في اول الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.